عرج على شجني. من لاعج الشوق غنى الحرف في قلمي، ودون نواح البوم في القفر وحيدة عنيدة، كل الأماني شريدة تعانق شوقي السعي. هذه خطوط كفي تطاولني، تشكلني سبحة في كف معتمري. كذا ظلي يعاندني، يسامق نجما غفى بين أنامل الوتر. يا بوح ذاكرتي، يا بوح ذاكرتي، عرج على شجني، لملم سواد العمر واندثري. لا تنكسر، لا تنكسر فوق محبرتي، سر وانهمر يا غيث مقبرتي. إذن سننهمر مع هذه الكلمات وسنتوغل أكثر عبر أجواء هذه الشاعرة المبدعة نبيهة البارتي. نبيهة، ماذا لو تحدثينا عن واقع المبدعة من خلال شخصك كمبدعة في ربوع مدينة جيبس؟ واقع المبدعة كالجواد العربي، رمز للعنفوان والشموخ، وفي جموحها كل التحدي، كل التحدي لكل ما هو مهدد بالرتابة والتكلس. وإن أردت في بضع كلمات أن أقدم نبيهة فأقول: طفلة، شاعرة، مسرحية، معطاء. لو ننظر كل هذه الأشياء في سطر من الشعر، فكيف ستقدمينها شعرا؟ جمعت كل هذه الأسطر في نص حاولت أن إن أردنا أن نقول، حاولت أن يكون صرخة أنثى تبحث عن بقعة ضوء. فقلت: لأني لست كما تريد، مضيت وسرت وحيدا. لأني لست بغية أو نزوة عابرة بليلة قمرية، مضيت اختفيت وظلت سمائي شريدة عنيدة. لأني لست كما تحب، رفضت بؤرة الكذب ولذت بالفرار بقلب قد تعذب. وجدتني جديدة مريدة باكية سعيدة، أفتت العدم جدلا وأعلو جراحي قمم. فتب ظني بك وتب. ما كنت لغير دفء أرتقب، ما كنت لغير دفء أرتقب، وكنت النار ذات اللهب. جميل هذا الاشتعال من الحروف، والأجمل أن نواصل معك هذا الإبحار. لا أعرف كيف أواصل
أو كيف أعبر لك بالضبط عن هذه الكلمة، ولكن أريد أن أتبين حقيقة هذه النصوص القاتمة أحيانا والتي تسود حتى أجواءنا الافتراضية. لكن هو واقع مرير مع الأسف. ما يحز في نفسي فعلا أن أجد أكثر هذه الأصوات أصوات نسائية، دائما البكاء، اللوعة، الشجن، الاحتراق. أليس هو الواقع؟ ولكن ألا ترين إفراطا في ذلك؟ نعم، خاصة من صوت هو الأنثى. إفراط. لماذا؟ ما هو سر هذا الإفراط؟ ما هو سر هذا الإفراط إن صح لكي التعبير؟ يصل الصوت، لكي نجتث هذا الواقع، هذه المرارة نجتثها، لكي نزرع أرضا خصبة، أرضا صافية، لكي نبدع، ونبدع بحب، ونبدع بكيان متأصل، كيان عربي، كيان صورة جديدة، وصورة إن أردت أن أشبهها مفارقة عن المرأة التي نعم. ألفنا عن المرأة. هذه الجراح نعم. هي في حد ذاتها صرخة نحن نريد أن نكون، وأن نكون كما نريد، وبعشق أيضا نريد أن نكون. لذلك أريد أن فكيف نكون بغير العشق؟ نعم. وإن يعني الحقيقة اكتشفت معك أن لهذه النصوص أو هذا الوقع الشجي في نصوص المبدعات خاصة قراءة أخرى تريدن إيصال هذا الصوت، صوت المرأة المقموعة، صوت المثقفة التي تبحث عن الملاذ في الحرف وفي الإبداع. والعشق براق، والعشق حرف، والعشق جموح. فهل دعوتنا إلى شيء من العشق؟ وفي العشق ما قتل، وفي العشق ما أحيا. نعم. هو نص أحبه جدا، وأهديه لمن آمن بي، صدقني، أحبني، أحب طفولتي، أحب جموحي، أحب هروبي وانعتاقي، وساعدني أن يكون لي مولودا. بعض من الأحلام ساعدني أن أراها أمامي. جميل. هو ديواني رسالة عتاب متأخرة جدا، ضمنته هذا الوفاء لمن آمن بي، وقلت له حياتي بك أنت. حياتي بك أنت، أحبك حبا لا يعرفه أحد حتى أنت، حبا لم يطرق بابي، لم ينظر عقارب ساعتي وأيامي، لم يسأل عن اسمي، عن عنواني، حبا ولد في شرياني، دثرني بعثر أحزاني، علمني العشق وعلم الدمع أن ينساني. لم أكتب عن الحب، لم أكتب عن الحب مذ تاهت مني أيامي، لم أكتب عن الفرح مذ غادر طير النورس شطآني. كيف أكتب؟ كيف أكتب ما لا يعيشه وجداني؟ لكن حبك أنقذ أوردتي، اجتث موتي وأحياني. همسك حبيبي ضمني، أيقظ أحلامي. آه من عمر بك عاد،
استأصل ظلمة ليلي لضياء الشمس أهداني. ضمني إليك، ضمني إليك أزهر في ربيعا، فما عاد يحييني غير إدمان. وأتمنى معك هذا العشق، هذه الوصلة الجميلة من العشق، عشق أكيد للحرف، للإبداع، لملهم حرف يعشق الحرف أيضا. نريد أن تختم لنا المبدعة نابهة الباردي هذا اللقاء برسالة تمهرها بقلبها لمكتب المتوسط، ومن خلاله لجمعية المتوسط لتنمية الثقافات. في نص لي بعنوان أوقدي نيران حبي قلت: نحن بلا أم، نحن بلا أم ترضعنا حليب اللهيب. جميل. فواقعنا راكد، واقعنا ينخره السوس، وأتمنى، وفي التمني هذا شكر لهذه الجمعية، جمعية المتوسط، التي تحاول أن تكون أرضاً خصبة للإبداع للثقافات. أتمنى لها كل التوفيق، وأتمنى للإبداع أن يرى الشمس. وشكرا. شكرا لك، شكرا لهذه الكلمات الصادقة التي حقيقة سعدنا بأن ننسجها معا ونعيشها معك في هذا البيت الجميل الدافئ بالحرف والعشق وأشياء جميلة على قلوبنا. شكرا لك. وشكرا لصديقتي وأختي خيرة خلف الله. وأتمنى لكل الجمعيات أن يكون حرفها صادق، أن يكون حرفها بناء، وهذا ما نريد، بناء بصدق وبعطاء، وكلنا يد واحدة. من حسن الحظ أن في جمعية المتوسط الدولية لتنمية الثقافات في كل مكان، في كل منعطف سنجد قلبا مثلك يعشق الإبداع، يحب الحب للجميع، لهذه الورود التي تينع كل يوم كلما ازدادت جمعية المتوسط توسعا. سنلتقي إن شاء الله مع هذه الورود، كل الورود، من جابس، من سيدي بوزيد، من القيروان، من نابل، من المنستير، من سوسة، وعبر كامل أرجاء هذا الوطن الحبيب. فتحية حب لك ومن خلالك لهن جميعا. تحية وشكرا.